طبعا كلام مهم جدا اتقال، ويمكن كابتن عماشه اتكلم في الاخر بكلام لم الموضوع فعلا، ان الناشئ الصغير او اللعيب الصغير او الولد الصغير بيبقى سهل جدا انك تقدر تحفظه ويعني تخليه يشرب المعلومه اللي انت عايز توصلها له اكتر او اسرع من اللاعب الكبير. واتكلم عن يعني ان هو في السن الصغير دوت بيبقى عايز اللعيبه تشرب معنى الحب والروح الرياضيه، وهو ده الهدف الاساسي من المهرجان. كابتن ابراهيم، احساسك ايه يعني اثناء المهرجان؟ عايزك توصف لي ايه كان احساسك وانت شايف الولاد كده بيلعبوا بمنافسه وبجديه، وفي نفس الوقت اللي بيقع التاني بيقومه ويسلم عليه بنوع من الحب ومن الروح الرياضيه. والله يا كابتن وائل مهما اوصف لك يعني كان على الطبيعه، كان يحسها اللي موجود والكابتن عبد المنعم موجود، والواحد كان سعيد جدا. حتى المدرب لما كان بيجي يوجه يعني كنا بنبص له، يعني عارف، لقينا الاولاد نفسهم حتى. وفي لقطه انا اتمنى ان تكون موجوده اخر المهرجان، الميكس بتاع الاولاد اتلموا على بعض وفرحوا قدام الكاميرا بشكل، انا يعني قد ايه الواحد كان سعيد جدا بالموقف ده. وانت قاعد بتتفرج بقى انت مبسوط من اداء، من روح زي ما حضرتك بتقول، من في بقى الثروه البشريه اللي بنتكلم عليها كمان. يعني بسم الله ما شاء الله على مستوى الفريقين حاجه تفرح. يعني كنا بنقول احنا بنلعب كوره وزمان والكلام ده كله، الولد النهارده بسم الله ما شاء الله 10 و11 سنه وتلاقيه عنده نضج وعنده وقوف على الكوره وعنده والخطوه بقى اللي حضرتك بتتكلم فيها ان احنا بقى دور علينا تاني، بعيد تاني، احنا هنبتدي بنفسنا، دور علينا تاني احنا نعلم الاولاد الاساسيات دي اللي هي فيها التعاون، الروح، تقبل الهزيمه، المكسب يبقى ازاي، الهزيمه يبقى فيها ازاي، تتعامل مع الحكام ازاي، مع الخصم ازاي، حاجات كتيره جدا. دي انا بناشد وانا اولهم وبقول لنفسي لازم نتعود من دلوقتي نربي الاولاد دول على ان هم يبقوا هم يورونا الوجه الحقيقي للرياضه المصريه. يمكن هي دي اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها. جميله كنت نفسي اشوفها على الطبيعه، جميله يعني حاجه تفرح وفي قلب بعض وفرحانين يعني حتى كابتن عامر بيقول، واحد بيقول له النظم قال له سيبهم، يعني سيبهم يتبسطوا زي ما هم عايزين. فالحمد لله وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. كابتن عبد النبي، كان انت يعني شفت المهرجان امام نادي الزمالك، وبرضه كنت موجود في مهرجان النهارده امام نادي انبي. كان تفكيرك ايه؟ يعني تفكيرك ايه اثناء فعاليات المهرجان النهارده؟ وهل كنت شفت سلبيات في اللقاء الاولاني في المهرجان الاولاني ففكرت ان انتوا يعني تتجنبوها في المهرجان الثاني، ولو في مهرجان ثالث امام انديه اخرى ايه تفكيرك؟ والله هي الوهله الاولى بالنسبه لي كان اهم حاجه ان انا يعني احاول اعمل روح من الود بين الاولاد وبين بعضهم. دي كان رقم واحد. وفي نفس الوقت احاول اعمل نوع من الثقافه غريبه شويه بالنسبه لنا، ان انا وانا وانت بنلعب قصاد بعض في نفس الوقت يعني ما فيش بينا عداوه. فدي بتبقى اعتقد احنا مفتقدينها في الملاعب المصريه بشكل عام، ودي بترجع لولي الامر اللي موجود بره، لان دايما ولي الامر اللي قاعد بره دايما بيوجه ابنه انه يكون عنيف على النتيجه، انه لازم يكسب، وانه لو حتى لو ضيع كره ممكن يضربه ولي الامر اللي بره، وبالتالي الانطباع ده عند المدرب. فانا النقطه دي بعاني منها بشكل غير عادي عندي في القطاع، سواء مع المدربين او سواء مع اولياء الامور. يعني حتى كنا في خلال الموسم عملنا انا والكابتن عامر عملنا حاجه يمكن كانت غريبه شويه، ان احنا منعنا اولياء الامور يخشوا التدريب لمده 10 ايام. كان دايما اولياء الامور هم قاعدين بره عينه على ابنه، لو اخطا بعد ما يطلع يعنفه، لو راح يجيب جون مثلا وضيعها بعد التمرين اعرف من بعض الناس يقولوا انه ضرب ابنه بره لا، وكمان في حاجه كانت بتحصل على ايامنا برضه، وكان في احد اولياء الامور مشهور قوي، يعني بغض النظر مش هقول مين ابنه، لو في حد ما بصاش لابنه الكوره يعاتب اللي ما بصلوش الكوره. بالظبط. وكان في ولي امر ثاني بيلعب على الخط، يعني على الخط، لا مش بيوجه، بيلعب، يعني بيعمل نفس الحركات وشوط يجري بالكوره، عايش الموقف بالظبط. دي فعلا فكره كويسه فعلا. عملنا منها بشكل غير عادي السنه دي. فكان القرار الاخير بالتشاور مع كابتن عامر، قلت له كابتن، قال لي خلاص نمنعهم يدخلوا التمرين. فكان حظنا كويس، الاكاديميه لها سور ولها بوابه ممنوع حد يخش، فبالتالي دخلنا الولاد وقفلنا سيبناهم بره 10 ايام. فهم جم نفسهم، طب معلش اخر مره واحنا ما قعدناش نتكلم يعني حتى بعض الاولياء اللي كان منهم السبب جه واعتذر، قال انا خلاص. وانتوا كنتوا عارفين مين اولياء الامور بالاسم؟ ما انا كنت بعرف بعدها بكام يوم. يعني احيانا في ناس تيجي تقول لي من اولياء الامور
واحيانا اولاد يجي يقولوا كان بيظهر على الولد نفسه في الملعب، يعني كان متوتر. يعني في بعض في بعض الولاد عندي خلال المباراه كانوا يشوط كوره ويبص لابوه بره والله، يعني كان شيء غير عادي، فبالتالي كان لازم اعالج النقطه دي. فعملت الاوان الجزئيه دي، بس لسه عندي المدربين، يعني قاعد برضو الف المدرب شويه. لا خلي برضو المدربين يقعدوا 10 ايام. ما هو خلي اللعيبه تلعب لوحدهم. طيب خلونا نطلع نشوف المدربين بتوع نادي انبي بيتكلموا عن المنافسه، عن المهرجان النهارده كان شكله عامل ازاي، ونرجع نكمل مع ضيفنا. احنا موجودين النهارده بدعوه من الكابتن محمد عامر واداره النادي الاهلي عشان نقول للجمهور كله ان مفيش حاجه اسمها تعصب. حدود الكوره هي حدود الملعب وهي النجيله الخضراء. ما خارج النجيله الخضراء فهي علاقات بين المدربين وبين اللعيبه وبين الاداريين وبين الاجهزه، علاقات جميله جدا لا يشوبها اي تعصب. فبنتمنى من الجمهور ان هو يحذو حذو اللعيبه اللي هو بياخدهم مثل او قدوه ليه، ان هم دايما يشوفوا الكوره حلوه. كل المجموعه اللي موجوده الناشئين النهارده تحس حتى ان انت نفسك وانت بتتفرج اليوم رياضي جميل، يوم جميل جدا جدا جدا. بنشكر عليه كابتن محمد عامر، وعايزين نكرره سواء مره في النادي الاهلي مره عندنا في انبي. ويعني انا عايز اقول لك ان الحاجه الكويسه قوي النهارده ان حتى اولياء الامور كان فيها تعصب جامد جدا، بيشجع وعامل يعمل شويه يعمل النهارده حاجه جميله جدا. اولياء الامور ما فيش تعصب خالص، بيشجع ابنه بس. قالوا لنا في نادي انبي النهارده احنا طبعا لازم نبقى اول ناس نواسي النادي الاهلي في اللي حصل في المصيبه الكبيره دي، وكلنا طبعا احنا بنحب الاهلي لانه نادي اعظم من اعظم انديه الشرق مش بالعالم، وطبعا كلنا جايين واولادنا جايين النهارده عشان نواسي النادي الاهلي في المصيبه الكبيره اللي حصلت لجماهيره، وبنقول له يعني انا لله وانا اليه راجعون، وربنا ان شاء الله يعوض، والمسيره بتاعت النادي الاهلي عمرها ما هتقف، والنادي الاهلي دايما عودنا ان هو بيطلع من المصيبه اشد منها، واحنا كل نادي انبي جاي النهارده يقول للنادي الاهلي احنا كلنا معاك ومصر كلها معاك، واي حاجه هو بيعملها كلنا وراه، لان احنا بنحب النادي الاهلي كلنا. يوم فكرته يعني محترمه وكلنا مبسوطين وطالعين يوم رياضي جميل، تقربنا وجهات النظر ما بين الناس كلها، وبنقرب الاولاد ما بين بعضها وننبذ التعصب والرياضه للجميع. هي الفكره في حد ذاتها، احنا جايين النهارده بنقول للنادي الاهلي كله واعضائه وفرقه ان احنا بنعزيهم في الضحايا وزملائنا اللي راحوا في مباراه بورسعيد بتاعه المصري. كل اللي احنا عايزين نقوله ان ربنا يوفق الفرق كلها اللي فيه الخير ان شاء الله، واحنا ان شاء الله باذن الله بندعو كل الفرق لنبذ التعصب في الفتره اللي جايه عشان ما يبقاش فيه زي اللي حصل قبل كده في مباراه بورسعيد.